مع الأسف، وهذا يراه خارج البرنامج فقط. حبيت نقول لكم أن المكلف العام لنزاعات الدولة قرر اليوم كتم صوت التونسية نهائيا. يحب يسكر لنا فمنا جملة باش ما عادش نتكلموا، ويمنعنا من البث، ويمنعنا أيضا من التصوير. نعم، وهذه مراسلة قدمناها له على أساس باش نقعدوا نخدموا. عندنا 250 صحافي، 250 عائلة تخدم في المؤسسة هذه. باش نقرأ لكم المراسلة اللي بعثناها للمكلف العام بنزاعات الدولة، اللي يبدو لي ما عجبتوش حصة عبد الفتاح مورو، وأبدأ بالفعل معناتها انزعاجه السيد المكلف العام بنزاعات الدولة، أبدأ انزعاجه من الحصص السياسية، ويعرف بالتدقيق عن طريق المؤتمن العدلي شكون يجينا وشكون ما يجيناش، وفي باله بيك اللي انت جايه الليله مدام سيان. لكن قرار غلق قناه التونسيه كان بالفعل غلق كاكتوس الشركه المنتجه، لكن احنا نخدموا في هذا الفضاء. يعني لما تقول لي تمنعني من اني ندخل الاستوديو، ما انت سكرت لي القناه. وين باش نصور في شارع الحبيب بورقيبه؟ حطوا لنا مؤتمن عدلي، نحاولوا فلوس. الطرابلسي هرب مشى كندا وخلانا احنا لهنا. فلوس سامي الفهري اخذوها، ما قعدت فيها حتى شيء. ايش تحبوا من؟ تحبوا تكتموا لنا صوتنا زاده؟ احنا يا اخويا اعلاميين احرار، ما عندنا حتى علاقه بالطرابلسيه. الطرابلسيه مشاو على رواحهم. واذا كان السيد المكلف العام بنزاعات الدوله يحب يجيب فلوس الشعب التونسي، يمشي لبن حسن الطرابلسي يجيبه من كندا، يمشي لبن علي يجيبه من جده، يمشي لصخر الماطر يجيبه من قطر. جاي 250 صحافي بناوا استوديو هذايا بيديهم وبعرقهم، جو دي بيان بيديهم وبعرقهم وبتعبهم باش عملوه استوديو هذايا. تجي انت المكلف العام، اخويا شوف، ما بلاد حريه وديمقراطيه، بلاد حريه وديمقراطيه، اهو باش نتكلم كيما نحب، واللي عنده حاجه يعملها لي بالقانون. باهي يعملها لي بالقانون. باهي يا سيدي، صورنا 24 ساعه في سيدي بوزيد وفي الرقاب. سيد المكلف العام بنزاعات الدوله تقلق. عليه يا اخوي؟ ما فما حريه نتاع اعلام، ما فما حتى قانون في العالم وحتى حق في العالم باش يمنع حريه التعبير. انا صحفي حر ومستقل وما تنجمش تمنعني من اني نخدم. اول ما بدينا تتذكروا الاعتصام اللي عملوه جماعه كاكتوس الصحفيين والتقنيين قدام الوزاره الاولى عند سي الباشي قايد السبسي. انا استغربت، انا ما مشيتش، استغربت. سي الباشي قايد السبسي يا سيدي وقال لهم وين كنتوا وقت اللي هما يسرقوا؟ سي الباشي وين كنت انت وقت اللي الطرابلسيه يسرقوا اصلا؟ باش يجيوك 250 صحافي ناس زواوله تخدم على رواحها توكل في عائلات، تقول لهم وين كنتوا وقت اللي تسرقوا؟ الكلنا دافنين مع بعضنا، الكلنا وين كنا وقت اللي كانوا هما يسرقوا؟ بما فيهم انت سي الباشي قايد السبسي، وين كنت وقت اللي الطرابلسيه كانوا يسرقوا؟ احنا خطأنا شنو؟ انه خدمنا في مؤسسه 50% شريك فيها بالحسن الطرابلسي. شنو تجي تسكرها لنا؟ خذ باي بالحسن الطرابلسي وسيد يا اخويا الخدامه خليه تخدم على رواحها. نسيت نقول لكم حاجه اخرى، بعض القنوات التونسيه مورطه في العمليه هذه ومتواطئه، لانه المكلف بالاعلام في الحكومه الانتقاليه هذه اللي في الحكومه الانتقاليه، مكلف بالاعلام كان مدير في نسمه. الراجل حلل علينا حرب. علاش؟ لانه قدمنا برنامج فيه عبد الفتاح مورو. يا اخويا اعمل كيفنا، ها عندكم شهرين من غير كاكتوس، ايش عملتوا؟ تراه وين الاشهار؟ وين الخدمه نتاعكم؟ وين التصويره الحلوه نتاعكم؟ ما عملتوا حتى شيء. يا سيدي انطلاقا من هذه اللحظه نحن في اعتصام تقنيين والصحفيين المره هذه، والصحفيين والموظفين في قناه التونسيه باش نقوموا اعتصام، وباش نجيو نسكنوا هنا مع عائلاتنا ومع صغارنا ومانيش خارجين من هنا. ما رديناش 3 أشهر على التشويه، على تشويه سمعتنا. بعض القنوات تورطت فيما يسمى بالبغاء الاعلامي. نعم جو دي بيان البغاء الاعلامي، ويحبوا يتعفوا على ظهر التونسيه وعلى ظهر جماعه كاكتوس. قال له تبدل الاعلام بعد الثوره، ما تبدل حتى شيء. القرار هذايا لكتم اصواتنا ولكتم افواهنا. الى اللقاء، تصبحوا على خير. مدام نفسي يعطيك الصحه. ما قريتلناش النص. مثال زين. نقراها النص، قالوا لي نقراها. نقراها النص، سي امبورتون. باهي دقيقة. باش نقرا لكم الرسالة المفتوحة إلى السيد المكلف العام بنزاعات الدولة. الموضوع إجراءات تعسفية غير مفهومة تجاه شركة كاكتوس برود. تحية طيبة. تمكنت الشركة من تجاوز أزمتها بفضل كفاءة إطارها البشري وخبرتها الإعلامية، وتمكنت تحت إشراف مؤتمن عدلي وقاضي مراقب على مواصلة عملها
كشركة إنتاج سمعي بصري للحفاظ على مواطن الشغل ومصدر رزق مئات العاملين والمتعاونين. هذا مبدأنا من الأول. وكنا نعتقد أننا نسلك الطريق القانوني الأمثل باعتبار تصريحات كل أعضاء الحكومة والتي أكدت حرصها على مواصلة كل المؤسسات الإعلامية على عملها، ولكننا فوجئنا بازدواجية الخطاب وازدواجية المعايير. إذ أصريتم سيدي المكلف العام بنزاعات الدولة على إيقاف عمل شركتنا وغلق الاستوديو. طيب إيقاف العمل معناتها اخرجوا برا وكلوا الأحجر. ثورة قامت من أجل القضاء على البطالة، أصبحنا بعد 14 يوم في بطالة. به وغلق الاستوديو الخاص وتوجيه الشركة نحو الإفلاس. طيب الوضع الاقتصادي متردي وبطالة يواجه لي احنا نحبوا ننقذوها الشركة بالتونسية باش نخدموا. يجي المكلف العام بنزاعات الدولة يقول لا سكروها، وهو ما أكد مخاوفنا من أن هناك أيادي خفية بصريح العبارة تحرك الأمور وتسعى لشراء الاستوديو. ايه فما ناس باش تشتري تنقول لكم عليهم شكون لحسابها الخاص، ونعني بصريح العبارة قناة نسمة التي أصبحت مقربة من الحكومة. فاهمين ورا الطرح راه ما ناس سيدي تاتا ولا بهيلر. إذ تزامن هجوم القناة على مؤسستنا وإجراءاتكم الغريبة لطرح تساؤلات عديدة، خاصة وأن برامجنا بدأت في استقطاب عدد هام من المشاهدين في بث التجريبي. فقد أعددنا برنامجا يمتد على سنة كاملة لإنقاذ مؤسستنا، وهذا البرنامج كان بإشراف المؤتمن العدلي والقاضي المراقبة. يعني هذا الكل كان بإشراف المؤتمن العدلي، ما عملناش من راسنا احنا. ووجدنا كل الاستعداد من بنوك ومستثمرين. فما بنوك قالت لنا تفضلوا هاو الفلوس يا اخوي اخدموا على ارواحكم، عندنا فيكم ثقه. ومحليين البنوك راهو بنوك توانسه ومستثمرين توانسه، باش ما تقولوش هاو ما نعرفش السعوديه واموال الخليجيه بربي يزيونا في تونس الذبانه البوليس يعرفها.